صلاة ليلة 20 من شهر شعبان، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة السبت، يعني بعد ما ينتهي نهار الجمعة تأتي ليلة السبت. ولذلك يقول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ليلة 20 من شهر شعبان فقط اسمع ثواب هذه الصلاة. يقول صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا. النبي يقسم ببعثته عن عظمة هذه الصلاة، أنه لا يخرج من الدنيا حتى يراني في المنام ويرى مقعده من الجنة، ويحشر مع الكرام البررة، يحشر مع النبيين والأئمة والصالحين من صلى صلاة ليلة 20 من شهر شعبان. وبالإمكان أن تبعث ثواب هذه الصلاة إلى أرواح موتاكم جميعا. كيفية هذه الصلاة؟ الصلاة 4 ركعات، يعني مثل صلاة الصبح قد مرتين. تقرأ في كل ركعة، يعني في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فاتحة الكتاب مرة واحدة، و15 مرة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وهي من قصار الصور. وكرر. الصلاة 4 ركعات، يعني مثل صلاة الصبح مرتين. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و15 مرة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وبالإمكان أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس، ماكو إشكال. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح قد مرتين. كل ركعتين فيها نية. تقول: صلي صلاة ليلة 20 من شهر شعبان قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة نية: أصلي صلاة ليلة 20 من شهر شعبان قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر، يعني وقت مفتوح لك. فلا تقصروا من صلاة ليلة 20 من شهر شعبان. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وأرجو من جميع أحبتي الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.